مساء الفل عليكم. النهاردة هنعمل معانا وصفة جميلة كلنا بنحبها، الفطير الفلاحي، الفطير المشلتت، تسميه زي ما تسميه. المهم ان هو هيطلع معاكي احلى فطير هتاكليه، واسهل فطير، ولا مكونات خزعبلية ولا اي حاجة، وهيطلع معاكي طعمه جامد جدا. دقيق وملح ومية. بصوا، شايفين الشكل الجامد؟ شكله تحفة، شكله وطعمه. ما تفتكروش انه شكل بس، لا، شكله وطعمه حلوين قوي قوي قوي، في حتة تاني خالص. فطار كده عالرايق قوي، عشا برضو لذيذ في جو الشتا اللي احنا فيه ده. غدا ما يقولش لأ. حاجة كده، بصي هتلاقيها في كل الأوقات معاكي. جربوه بقى وقولولي، هتلاقوه طعمه حلو قوي وهتدعولي أكيد. بصوا، أول حاجة معانا الدقيق طبعا الكمية اللي انت عايزاها. ده تقريبا نص كيلو. حطيت عليه رشة ملح بسيطة، بصوا رشة بسيطة خالص. وبعد كده دي مية دافية. هي افضل حاجة المية الدافية، يعني لو من الحنفية برضو عادي، بس هي هتبقى الدافية افضل. بس وبعد كده بنزل بالمية واحدة بواحدة، ما تنزليش بكمية المية كلها، عشان يعني ما نقعدش نحط دقيق تاني والكلام ده كله، لا، اللي هو يعني من الاول كده المية واحدة بواحدة، شوية شوية. هو النص الدقيق ده خد معايا تقريبا كوباية مية. وانتي على حسب طبعا الدقيق، كل دقيق بيختلف عن التاني. بصوا، احنا عايزين بقى نلم العجينة كده، ولا ملزقة ولا اي حاجة، هو رشة الملح وبس. وبعد كده والمية الدافية، وقعدنا نعجن فيها كتير. بتقعدي تعجني فيها كتير جدا، مثلا 10 دقايق. ليه؟ لان انت كل ما بتعجنيها كل ما بتديكي نتيجة افضل. لو عندك طبعا عجانة هيبقى يعني افضل معاكي كتير اوي ان انت تقعدي تعجني كده بايدك. وبعد كده حطيت رشة زيت في البولة، وبعد كده حطيت رشة زيت كده من فوق، وهنسيبها بقى ترتاح. احنا هي دي ما فيهاش خميرة ولا فيها اي حاجة، زي ما قلت لكم، الدقيق، رشة الملح، والمية الدافية، بس مش اكتر من كده. حاجة موجودة عندنا وهتبقى طعمها جميل جدا. وبعد كده غطيتها بالاسترتش راب، وبعد كده بتسيب، يعني سبتها ساعتها بقى نص ساعة، ارتاحت معايا. انتي هتسيبيها ترتاح ليه؟ عشان لما هتسيبيها ترتاح وانتي بتفرديها هتتفرد معاكي بسهولة اكتر. انتي ممكن تشتغلي بيها على طول لو مستعجلة عليها قوي، يعني ممكن تشتغلي بيها على طول، بس هتتفرد معاكي افضل واسرع لما تسيبيها. بصوا بقى لما ارتاحت، فظيعة كانت، بتمط معاكي وبتفرد معاكي كده بطريقة حلوة قوي، وهي طالعة ما فيهاش غلطة. على فكرة هي سهلة قوي ومش معقدة خالص. وبعد كده بتفرديها بقى بالنشابة كده بشكل مستطيل شوية. مش شرط بقى هتطلع معاكي يعني مثلا اللي هو سمكها قد ايه، لان احنا كده كده يعني اوريدي هنفردها تاني. بس انا برضو حاولت ان انا ايه يعني ارققها شوية، تقريبا كانت اللي هو نص سنتي. بصوا، عادي بقى، هي يعني مش اللي هو شرط ان هي تطلع معاكي بالظبط شكلها يعني مفيهوش غلطة، لا عادي يعني، لان احنا لسه هنلفها وقاعدين هنشوف مع بعض. ودي زبدة، الزبدة دي كانت بدرجة حرارة المطبخ، طبعا بما ان الجو تلج فانا دخلتها الميكروويف تقريبا 30 ثانية، هي ما صحتش، هي لانت معايا خالص كده. وبعد كده دهنتها زي ما انتوا شفتوا، وبنلفها بقى كده. يعني انا دهنتها في العجينة كلها، وبعد كده لفيتها رول كده، سهلة قوي. وبعد كده قفلتها. بصوا اهي، انا بحاول اقفلها بقى من كل النواحي على اساس ان طبعا في الصيف يعني هنحتاج ان احنا نقفلها كويس قوي قوي اكتر من الشتاء، عشان طبعا ما تسيحش معانا والزبدة تسيح. لكن دلوقتي يعني في الجو التلج اللي احنا فيه ده، عادي يعني مش هتلاقيها ساحت معاكي وبهدلت الدنيا. بصوا،
في الصيف بقى لمّا تعمليها الزبدة عادي، يعني هتلاقيها لو حطيتيها في المطبخ ساعة هتلاقيها تمام معاكِ أوي الزبدة، لكن طبعًا دلوقتي عشان الجو زي ما باقول لكم ساقعة، فاحتجت إن أنا أدخّلها الميكروويف رغم إن أنا كنت سايباها من بالليل في المطبخ، بس ما كانتش واصلة للي هو إن أنا أفردها تتفرد معايا. بُصّوا، هاحاول بقى إن أنا أقفّلها كده من الناحية اللي هي المفتوحة لمّا قطعناها. النص كيلو ده طلع معايا 5 فطيرات، يعني ايه، مش كبار ومش صغيرين، حجمهم وسط، حجمهم حلو يعني. واحنا بنعملها ليه بقى الرول ده؟ عشان تبقى مورقة معانا، يعني في ناس ما شاء الله عليها طبعا اللي بيعرفوا يفردوها خالص والكلام ده كله، يعني دي بتحتاج ناس خبيرة. لكن احنا بقى بنعمل حاجة يعني ايه زي ما احنا عارفين، وهتطلع معاكي حلوة قوي قوي قوي. ممكن كمان مش عايزة زبدة، ممكن تدهنيها سمن بلدي، هتبقى برضو طبعا تحفة معاكي. عايزة تدهنيها سمنة عادي برضو عادي. وطبعا زي ما شفنا انا بعد ما خلصتهم رحت غطيتهم بالفوطة، سبتهم يرتاحوا تقريبا 10 دقايق ربع ساعة، عشان برضو لما نيجي نفردهم الفردة دي يفردوا معنا بسهولة. بس بصوا، وبعد كده دلوقتي حطيت برضو قطعة من الزبدة، حاجة بسيطة كده يعني. طبعا يعني دي لا، ما فيش دايت خالص فيها. وداعا للدايت فيها، بس بصراحة تستاهل. بصوا حطينا الزبدة وبعد كده قفلناها على الزبدة، وبعد كده عملناها كورة بقى كده. هي اول مرة بنعملها ممكن عادي بطريقة عشوائية لان احنا هنفردها تاني، لكن دلوقتي بقى حطيت لها الزبدة وعملتها زي الكورة كده. بصوا، بنفردها معانا كده اي فردة عادية. بص. انا بصراحة بحب اتعامل مع العجين بايدي كده من غير بقى ولا جلافز ولا حاجة، بحس يعني ببقى عايزة المس العجينة اشوف هي ايه. بس بصوا، حطينا الزبدة وبرضو بنقفلها. بصوا بقى في الصيف ممكن ان احنا عند الخطوات دي ندخلها مثلا التلاجة 5 دقايق 10 دقايق بحيث ان هي تمسك نفسها شوية، لكن دلوقتي طبعا احنا مش محتاجين الكلام ده خالص. بصوا عملناها كور كده وسيبناها ارتاحت تاني. بصوا هو انتوا هتحسوها ان هي يعني حاجات كتير تفاصيل كتير، بس هي مش هتاخد منك وقت، يعني هي اللي هو بترتاح مثلا اول مرة نص ساعة، بعد كده 10 دقايق 5 دقايق مش هتفرق. دلوقتي سبتها برضو 10 دقايق وبعد كده خلاص، هنا خلاص خلصنا مش هنسيبها ترتاح تاني اطمنوا. بس بعد كده بتفرديها كده، بنحاول ان احنا نفردها بقى يعني ندورها بايدينا كده. وطبعا الزبدة دي بتخليها ايه، الزبدة اللي احنا حطيناها خليناها يعني مورقة بقى من جوه. بصوا يعني فطير فلاحي ايه جميل، والله طعمه حلو قوي. بصوا شكله يفتح النفس كان قوي، وسهل وبسيط ومكوناته كلها عندنا في البيت، لان هو اصلا مش حاجات يعني كتير، هو الدقيق والملح والزبدة بس. انا لقيت ايه، قلت اجيب النشابة بقى وافرد بيها كده، حسيت الموضوع اسهل شوية، هو كده او كده سهلة يعني، انتي شوفي الاريح لك ايه. بصوا، يلا بقى لو وصلتي معايا لحد دلوقتي يلا فين اللايك؟ لايك بقى وشير وسبسكرايب للقناة. بصوا، بس ولا وقت ولا مجهود ولا اي حاجة، والطعم حكاية. بص السمك بتاعها
هي مش هتنفش معانا، بس يعني اللي هو سمكها مش سميك قوي. هو انا بقى، هو قلت لكم مش هنسيبها ترتاح تاني خلاص، بس انا بغطيها على اساس ان هي ما تنشفش. وهنا قلت هدخل اتنين الفرن وهشوف هيحصل فيهم ايه. بس بصراحة النتيجة بتاعة الفرن ما عجبتنيش. النتيجة بتاعة الفرن خلتها يعني نشفت، لكن احنا سويناهم بقى على الطاسة. اللي على الطاسة حكاية. اللي على الطاسة طالع طري قوي وجميل جدا وتسويته ممتازة. يعني ورغم ان هو ما خدش وقت، بس التسوية بتاعته ممتازة جدا. لكن اللي في الفرن لا، حسيته ان هو نشف، فما حبيتوش بصراحة خالص اللي في الفرن. انا دهنت برضو، يعني لو حد حابب ان هو يعملها وعايز ان هو يبقى مقرمش شوية اكتر، يعملها اللي هو حطيت شوية زيت وبعد كده على الوش شوية زيت ودخلتهم الفرن. بس بصراحة لا، يعني ما عجبتنيش النتيجة. وهنا بقى اللي على الطاسة، دي بقى نتيجة الطاسة خرافة. بصوا حطيت حاجة بسيطة قوي زيت. انا ما حطيت لهاش على اساس ان هي يعني ما تلزقش، لا هي مش هتلزق، لكن انا حطيت لها على اساس ان الزيت بيدينا لون حلو. يعني لما تحطي زيت للمعجنات اللي زي كده وانتي مثلا بتعمليها في الطاسة، بتسويها في الطاسة، بصوا بقى بتدينا اللون الجامد ده. فظيعة والله. جربوها وقولولي. حكاية. طعم وشكل فظيعة. قلت اغطيها بقى شوية، هي خدت معايا تقريبا يعني 10 دقايق. اول حاجة بديها اللون من ناحية دي ومن ناحية دي، وبعد كده وطيت عليها. خليت النار يعني متوسطة او اقل من المتوسطة، حاجة بسيطة. ورحت سبتها، غطيتها ورحت سبتها من هنا 3 4 دقايق ومن هنا 3 4 دقايق. شايفين شكلها؟ والله جربوها، جميلة جميلة. يلا بقى، لايك لايك وشير وسبسكرايب بقى، يلا. جربوها وهتدعولي. جنب جبنة، جنب عسل، الحاجات بقى الحلوة بتاعتنا دي. اللي حباه كلي بيها. جبنة، عسل، سكر. جميلة كانت. وهو لوحده من غير اي حاجة هتلاقيه تحفة. وبالهنا والشفا على قلبكم.